اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. بصراحة مفيش اجمل من فطار الانتخة، تبقى قاعدة كده باشا ويجيلك الاوردر لحد عندك ملفوف بالسلطات بالطحينة والعيش، تفتحي كده تلاقي طبق كفتة مشوية على الفحم. مفيش احلى ولا اجمل من كده. بس طبعا ده في الاحلام. اوعوا تكونوا صدقتوا ان هنطلب اوردر، ابدا احنا هنعمل مع بعض ألذ وأطعم كفتة مشوية ممكن تدوقيها في حياتك في البيت، من غير ولا فحم ولا دخان ولا شواية، ولا هتطلعي شوية كفتة زي العسل. طبعا هنعمل شوية السلطات بتوعنا والطحينة وحاجة مفيش بعد كده. أنا أمنية ودي قناتي. لو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الجمال والتحفة دي ازاي. اول حاجه هنا عندي بصلايه تكون حجمها متوسط، وقرن فلفل اخضر او احمر حامي او بارد. انا النهارده استخدمت الاحمر وكان حامي قوي فما خدتوش كله، استبعدت الحته اللي فيها البذور وفرمت كله في الكبه البصل والفلفل. ممكن نضيف كمان شويه ميه علشان شويه ملح علشان البصله تطلع كل الميه بتاعتها. في الكبه كده فرمتهم فرم ناعم، وعلى المصفى هنزل بالبصل والفلفل اللي احنا فرمناه لحد ما البصل ينزل كل ميته بظهر المعلقه كده. هعصر البصله كويس جدا، انا مش عايزه اي ميه في سفل البصل، لان ده اول سبب من الاسباب اللي بتخلي الكفته بتاعتنا تفك، سواء هنعملها على السيخ او حتى في الصينيه بنلاقيها فرولت وفكت مننا. يلا في الطبق الصغير ده نعمل الخلطة السحرية: معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح، معلقة صغيرة من بهارات الكفتة، وممكن كمان نضيف معلقتين، وضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين صغيرين من النشا. النشا بيديها طراوة كده وبيخليها جوسي وجميلة ومستحيل تفك منك، سواء هتعمليها في صينية أو هتعمليها حتى في سيخ على الفحم. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض ونروح نجيب اللحمة بتاعتنا. أنا عندي هنا نص كيلو من اللحمة ما كانتش ملبسة قوي، فهساعدها بمعلقتين من الدهن، سواء دهن اللحمة العادي أو اللي أنا ضفت البصل المبشور والمتصفي، وطبعا المية دي مش هنستخدمها دلوقتي. وهضيف طبق البهارات اللي احنا عملناه من الملح والفلفل وبهارات الكفتة والبيكنج باودر والنشا. خلاص بعد كده ضفت معلقة كبيرة من الليا، وهضيف كمان حفنة كده صغيرة من البقدونس، يدوب حبة من الورق مش كتير علشان كمان ميبقاش في مية في اللحمة ويخليها تفك. هخلط كل المكونات دي كده مع بعض، يا دوب اخليهم يتجانسوا كده ويبقوا مش باينين، لان احنا لسه هنديهم وش تاني في الكبة. سواء الكبة عندك تاخد الكمية كلها او على اكتر من مرة، افرميها لحد ما تنعم وتعمل معانا زي خيوط كده او شبكة. دي برضو من ضمن الاسباب اللي بتخلي الكفتة بتاعتنا ما تفكش، يبقى الكفتة بتاعتنا كده تعمل شبكة كده جوه بعضها، فبتبقى ماسك الكفتة أو ماسك صباع الكفتة على السيخ. هنزل الكفتة بتاعتي بعد ما اديتها وش تاني كده، ولو ما فيش كبة ممكن تفضلي تعجني فيها بإيدك لحد ما توصل للقوام دوت. هلمها كده بإيدي وهغطيها وهدخلها التلاجة ترتاح شوية أو الفريزر حتى لو 10 دقايق علشان أقدر أتعامل معاها. بتبقى لسه دلوقتي آه، زي ما يكون سايحة كده، فبنخليها تلم شوية في التلاجة. هنرجع لمية البصل والفلفل اللي احنا كنا مصفيينهم، هبشر عليهم طماطمايه، ممكن معلقة كاتشب او معلقة صلصة او معلقة بابريكا، وهضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل ومعلقة زيت. ده هيبقى خليط التلميع بتاع الكفتة، وكمان ده اللي هستخدمه لما اجي اصبع الكفتة. هقلب كده كله مع بعضه ونرجع نعمل ايه. هنعمل الطحينة بتاعتنا. جبت كوباية كده حطيت فيها معلقتين من الطحينة. وتركة مهمة جدا وبتفرق: الخل اللي احنا هنحطه في الطحينة مش هنحطه بارد، لا احنا هنديله غلوة على النار. بيدي طعم حلو جدا للطحينة وبيفتح لونها وبيخلي قوامها تتقل، فبالتالي بتاخد مية اكتر فكميتها بتزيد. انا هنا حطيت الطحينة وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون، البهارات الاساسية بتاعتنا، وشوية من المية المغلية. هفك الطحينة كده بالمية المغلية لحد ما تدوب خالص زي ما انتوا شايفين. شايفين دلوقتي قوامها خفيف ازاي. بمجرد ما هحط لها الخل المغلي، دول معلقتين من الخل المغلي، وهنيجي نقلبها
هنلاقيها تقلت تاني وخرزت كده، نرجع نفكها مرة كمان بشوية مية سخنين. هنلاقي ما شاء الله معلقتين الطحينة مالهم الكوباية، من غير بقى ولا نضيف دقيق ولا زبادي ولا عيش ولا أي حاجة من الحاجات دي. شايفين الكمية ما شاء الله، والطحينة صافي مفيش أي حاجة. كل السبب معلقتين الخل اللي احنا خليناهم يغلوا، بيدوها كده طعم حلو، وبتبقى ريحة الطحينة كده الخل ظاهر فيها زي اللي بناكلها في المطعم. نجيب بقى الصينية اللي احنا هندخلها الفرن، انا هدينا كده دهنة من السمنة، وضفت كمان معلقتين من اللية. وممكن استكفي باللية بس او السمنة بس لو ما مش متوفر عندي اللية او دهون، اللي هي الدهون البقري العادية. هنا خلاص اللحمة بتاعتي اتشمعت، انا جبت المسن وحابل لي ايدي كده من، او ممكن معلقة خشب، وحابل لي ايدي من آه خليط التلميع اللي احنا عملناه، وهبدأ اصبع الكفتة بتاعتي. الخليط ده التلميع ده هيخلي ليها لون كده حلو، وكمان هيساعدني ان انا اصبعها بسهولة. هرصصها كده كلها في الصينية لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها، ولا ضفنا لها فول صويا ولا اي حاجة، وهتبقى النتيجة تحفة. وطبعا لو عملتي نفس المقادير دي على الكفتة بتاعة الفحم اللي احنا بنسيخها على الشواية او على الفحم، مستحيل اللحمة تسقط من على السيخ، علشان البصل احنا صفيناه كويس، علشان معلقتين النشا اللي احنا حطيناهم. خلاص هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، وهجيب برضو خليط التلميع بتاعي وهديها كده دهنة، وهيفضل معايا كل 10 دقايق هفتح الفرن اديها تلميعة كده من الخليط ده، تكمل سواها فيه وتطعم بطعم مية البصل وال وبشر الطماطم. اهو من وقت للتاني كده بطلعها اديها دهنة كده وادخلها الفرن تاني لحد ما تستوي سوا كامل. بتكون كمية الخليط ده خلصت. بصراحة بيديها طعم حلو جدا، وبيحافظ عليها تفضل جوسي وطرية وما تنشفش جوه الفرن. اهوت من وقت للتاني هي خلاص دخلت في السوا. برضو هديها تلميعة كده لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. كده احنا جهزنا الكفتة وجهزنا الطحينة، ناقص نعمل شوية سلطة حلوين. دول كانوا آخر حبة في الخليط بتاعنا. خلاص هي استوت، وكنت في الوقت ده أنا مولعة فحماية على البوتاجاز، علشان مجرد ما تطلع الكفتة بتاعتنا من الفرن هطفيها بمعلقة من الزيت على الفحم الوالع، وهناكل أحلى كفتة مشوية من غير ما نبهدل الدنيا والدخان. وكمان كتر الكفتة أو الأكل المشوي على الفحم من الأول للآخر بيبقى مضر جدا عشان العادم كمان بتاع الفحم. فنستكفي بحبة الفحم اللي احنا بنعملها كل فترة وفترة علشان تدينا بس التطعيمة. أنا هنا حطيت معلقة كده من السمنة أو معلقة من اللية، حبة زيت زي ما انت حابة، وهغطي على طول بعد ما الفحمة بتاعتي تدخن كده عشان الكفتة تشرب طعم الفحم ده كويس. يلا نعمل طبق سلطة كده معتبر. قطعت شوية من الفلفل وشوية من الطماطم، جبت كده طبق زي اللي بيجي لنا بالظبط من بره، رصصت كده فيه شوية جرجير وكل الخضار اللي كان متوفر، سواء طماطم فلفل جزر. ممكن تقطعي كمان بصل وتحطي عليه شوية من السماق أو الخل، بيبقى حلو جدا. قطعت كده الطماطم وحطيتها كده بشكل حلو، وما يفرقش ابدا من اللي احنا بنجيبه من بره. نفس طبق السلطة ونفس كمان شكل الكفتة اللي احنا هنقدمه في الاخر، هيبقى شكله حلو جدا زي اللي احنا بنحب نطلبه وبيجيلنا جاهز. اهو قطعت الفلفل، وسلام لو كمان في فلفل الوان بيبقى حلو جدا وصحي ومفيد. وكده قشرت الجزر وقطعته زي ما احنا شايفين كده. هنعمل طبق سلطة يفتح النفس على اي اكل، هو لوحده يفتح النفس من غير الكفتة ومن غير اي حاجة جنبه. طبعا قرن الفلفل الحراق ده كتير مننا بيحبه وبيستناه مع اي سلطة. كمان جبت العلب الصغيرة ديت علشان ما يبقاش ناقصنا اي حاجة لما يكون نقول اوردر يبقى الاوردر جاهز. حطيت كده في العلب دي صوص الطحينة زي ما احنا شايفين كده جميل ازاي. وكمان جبت نفس العلب الصغيرة ديت وحطيت فيها شوية من المخلل المشكل. عايزة اقول لكم ان انا اليوم ده اخدت الاكل ده وطلعنا اكلنا بره وكأننا كنا شاريينه بالظبط. ما يفرقش حاجة ابدا، ما يجيش بربع التمن بتاع اي طبق كفتة دلوقتي هنجيبه من بره. حطيت كده شوية من الترشي المشكل، ممكن تضيفي صوص تومية، ممكن بابا غنوج، اللي انت بتحبيه ممكن تحطيه. نروح بقى نجيب احلى حاجة في الاوردر النهاردة، هو طبق البقدونس. طبق المفروش بالبقدونس كده اللي هنرص عليه الكفتة الدايبة اللي شاربة من طعم الفحم واللي هي الضاني، وحاجة في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى؟ بتلمع، طرية جدا وجوسي مش ناشفة. كمان هنديها كده من فوق رشة من البقدونس علشان ما يبقاش ناقصنا اي حاجة.
احلى كفتة ممكن تدوقيها، نظيفة، موفرة، ما تقارنهاش ابدا باي حاجة انت ممكن تكوني بتجيبيها من بره. شايفين كمان لونها من جوه فاتحة ازاي، وكمية السوائل اللي جواها في منتهى الجمال. اتحدى بيها اي محل كبابجي او بيعمل مشويات بطعم الكفتة دي تحفة. وممكن كمان مش شرط ابدا ان انت تجيبي لحمه بلدي علشان تعملي نص كيلو كفته، ممكن نجيب لحمه تكون مجمده بس نوع كويس، ونعمل احلى طبق الكفته. واحسن محل بره بيدخل اللحوم المجمده مع اللحمه البلدي علشان كمان فرق الاسعار الفتره دي احنا فيه. وبكده بيكون احلى اوردر جاهز. شويه كاتشب ومايونيز، ما ننساش بقى رشه من الملح والفلفل على السلطه. يلا نغلف الطلب بتاعنا ونحطه في شنطة وكأنه جالنا جاهز واحنا قاعدين بشوات من غير ما نعمل اي حاجة. ما ننساش رغيفين العيش اللي بيبقوا غرقانين من الصوص بتاع الكفتة كده، اللي بيبقى مغطيين طبق الكفتة، اللي بنرفعهم ونلاقي احلى كفتة مشوية تحتيهم. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ يفرق ايه على اللي احنا بنجيبه من بره؟ ولا يفرق اي حاجة، احلى منه مليون مرة كمان. اهو اعملي في البيت هيعجبك جدا، اطعم وانضف واوفر، وتفرحي بيه اهل بيتك. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو الاكل عجبكم بتاعي الفيديو وجهزته ما وبقى تنسوش اوردر الاشتراك جاهز، مفيش وتفعيل بعد زر كده. الجرس علشان وبكده بيكون توصلكم الفيديو فيديوهاتي بتاعي الجديدة. خلص. لو اسيبكم عجبكم في امان متنسوش الله، مع الاشتراك السلامة. وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. مع السلامة.